Have you ever wondered what happens behind the scenes? From active excavations sites to the grand galleries, we uncover the details that build a civilization. Join me on a journey to bring history back to life. كلنا بننبهر بعظمة الأهرامات والمعابد والصروح المعمارية اللي مالية خريطة مصر من شمالها لجنوبها. بس هل سألت نفسك مرة قبل كده مين العقول اللي خططت وحسبت كل شبر في العظمة دي؟ النهارده مش هنتكلم عن ملوك، هنتكلم عن المهندسين المصريين، الأبطال اللي خلّوا تاريخنا وحضارتنا يعيشوا لآلاف السنين. وجوه المتحف المصري الكبير في قاعات الدولة القديمة هنشوف لوحة كبيرة بتعرض لنا فكرة تطور بنى المقابر من أول لما كان حفرة صغيرة في مصطبة في هرم مدرج لحد ما بنشوف الهرم المكتمل للملك خوفو. البداية كانت من عند العبقري إمحوتب، المهندس اللي قرر سنة 2670 قبل الميلاد إنه يغير قواعد اللعبة ويكون هو صاحب فكرة الهرم المدرج، واللي بدأها من إنه هو فكر يخلي قبر الملك متميز ومختلف جدا عن عامة الشعب، واللي من هنا بدأت الثورة المعمارية في مصر اللي هنشوف بعدها مقابر ومعابد يشهد ليها التاريخ. وبعده بسنين بيظهر المهندس حلمي عيونه، العقل المدبر وراء الهرم الأكبر للملك خوفو. تخيلوا إن المشروع القومي ده أخد حوالي 20 سنة من الشغل المتواصل. المعجزة هنا مش بس كانت في حجم الحجارة، لكن كانت في دقة الحسابات والأبعاد والزوايا اللي اتعملت باحترافية بتسبق تكنولوجيا العصر الحديث بآلاف السنين، وكل ده بإمكانيات وقتها كانت بسيطة جدا. والحكاية ما خلصتش عند الأهرامات، ده كمان في الدولة الوسطى وتحديدا في منطقة بني حسن بالمنيا المهندس المصري بيكمل إبداعه في نحت المقابر في بطن الجبل. وعشان كده المتحف المصري بيعرض لنا نموذج محاكي طبق الأصل لمقبرة الحاكم خنوم حتب، عشان تعيش التجربة وتشوف التطور الهندسي اللي وصلوله بعينك، وكمان النقوش اللي كانت جوه المقبرة. ولو رحت الأقصر وانبهرت بمعابد الكرنك ومعابد البر الغربي، يبقى وقتها لازم تتعرف على كبير المهندسين المعماريين والمشرف على كل إنشاءات الملك المهندس أمنحتب بن حابو. المعروض ليه تمثال داخل قاعات المتحف المصري الكبير عشان يأكد على دوره المعماري في عصر الدولة الحديثة. وخلال كلامنا عن الدولة الحديثة ما نقدرش ننسى المهندس سنموت، المهندس اللي صمم أجمل معابد مصر للملكة حتشبسوت وهو معبد الدير البحري. ولو دخلتوا القاعة رقم 7 في المتحف المصري الكبير هتلاقوا قطعة نادرة بتمثل جزء من تخطيط واحد من أهم مشروعاته. تخيلتوا كانوا بيرسموا البلان المعماري إزاي؟ ومن المهندس إمحتب لحد تصميم المتحف المصري الكبير النهاردة، الحكاية هي عقل مصري بيعشق التحدي. المتحف الكبير مش مكان بيعرض قطع أثرية، لا ده صرح معماري كبير بيجمع بين حداثة التصميم وعظمة الأجداد في كل ركن. المرة الجاية وانت في المتحف دور على شغل المهندسين دول، هم دول اللي بنوا المجد اللي احنا فخورين بيه لحد النهاردة.